طبعا المخزن مازال كاين في البلاد. سولنا الناس واش كيخافوا من المخزن ولا لا، وعلى ما كيبان الناس اللي قلبهم حديد الصغار يدخلوا فيه، وكاين الناس اللي ما قادين على مشاكل. لا باني هادشي اللي كنعجب في المجتمع داكشي لا بليبار مابقاش كيخاف من المخزن. هادشي اللي بان لي دابا انا كنخاف من المخزن. بالنسبه للخوف من المواطن من المخزن تنظن نزل المستوى ديالو شويه، ما بقاش عاطي شي قيمه، ولكن بحال قلتي ما بقاش هذاك الخوف بزاف. شحال هادي كانت تسمع غير بوليسي جاي تتخباو شحال حاجه، فهمتيني. انا كنخاف منه بزاف وكنحترمه. 50-50 يعني ناس بساطة اللي باقيين ما عندوش واحد الثقافه هما اللي تيخافوا من المخزن، وكاين اللي تيكونوا شويه ما عرفتش كيفاش نقول لك تيكونوا قباح بزاف حتى هما ما تيخافوش من المخزن. انت كتخاف من المخزن؟ انا ما كنخافش من المخزن. علاش غنخاف من المخزن؟ في اللي كتخاف من المخزن اختي بحال الناس ديال الباديه، الناس ديال اللي فهمتيني كانوا كابرين مع كيخافوا من المخزن بزاف. اما دابا حاليا ان شاء الله عندنا الدراري وعاو والناس مع القرايه وهذه ولا الناس كتفهم ما بقاش يخاف، عندهم ما يخافش من حقه، ولكن يعرف يدوي على حقه راه غادي يعيش. وشخصيا انايا رغم انني كنت كنقول عن نفسي بانني انسان يعني جمعوي نشيط وتنفهموا في حقوق الانسان رغم هذا كله مازال الناس كيخافوا من المخزن، وهذا واقع. ايوا ها اللي قلت لكم، كاين ناس اللي مازال كيخافوا من المخزن، في حين كاين ناس اخرين اللي كيقول لك ما ديرش ما تخافش. وبيني وبينكم راه المخزن هو العامل الوحيد ديال الاستقرار في بلادنا.